السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أصدقاؤنا المشاهدون من كل مكان. وحلقة جديدة من برنامجكم الشيق يحكى أن. اليوم الحكاية مهمة جدا في حياتنا، وفيها الكثير من الدروس والعبر. وعنوان حكايتنا لليوم هو نتيجة عقوق الأم. كان يا ما كان في قديم الزمان، كان هناك شاب يعيش مع أمه. هذا الشاب كان عاقا بأمه جدا، فكان لا يسمع كلامها أبدا، وكان يعاملها وللأسف بكل قسوة وعنف، حيث كان يصرخ في وجهها، بل حتى يسبها ويشتمها. وقد أعطاه الله قوة جسمانية ورياضية، لكنه للأسف كان يستخدمها في عقوق الأم وظلم الآخرين وهضم حقوقهم. لكن أكثر المظلومين بسبب قوته كانت أمه، التي كبرت في السن وأصبحت ضعيفة الجسد، لكنها كانت كثيرة ما تطلب منه أن يقلل من ظلمه وطغيانه. فالله أعطاه هذه القوة لخدمة الناس أولا، وأيضا عليه أن يشكر الله على هذه النعمة الكبيرة. فالكل ابتعد عنه وعن ظلمه، حتى زوجته تركته بلا عودة، ولم يصبح لديه أصدقاء يواسونه، وابتعدوا منه اتقاء لشره، ولم يتبقى له إلا أمه المسكينة، حيث تخدمه وتقوم على شؤونه، مع أنها هي التي تحتاج إلى الرعاية والخدمة لتقدمها في السن وكبر عمرها. وقد كانت تبكي الليالي حزنا على ابنها، وكانت كثيرا ما تدعو الله أن يصلح لها ابنها ويهدي قلبه. كيف لا وهو ابنها الوحيد؟ فقلب الأم دائما يحن ورقيق مهما كانت الظروف. وفي يوم من الأيام دخل عليها كعادته يصرخ في وجهها بلا سبب، فقال بصوت عالي: ألا تعدي الغداء؟ فقامت بيدين ترتعشان وجسد مرهق، أرهقته السنين والأمراض، لتجهز الغداء لابنها الغالي. وبعد مدة قصيرة كان الطعام جاهز ومعد في الطاولة. جلس الابن العاق لتناول الطعام، حتى أنه لم يقل لها شكرا أو مدح للأم المسكينة التي اجتهدت في تجهيز الطعام. والأشد من ذلك أنه قام بإلقاء الطعام على الأرض بحجة أن الطعام لم يعجبه، وأخذ يصرخ في وجهها بصوت عال: ما هذا أيها العجوز الشمطاء؟ هذا الطعام سيء جدا جدا، كيف أتخلص منك أيتها العجوز؟ حتى أرتاح من طعامك السيء. عندها بكت الأم المسكينة ودموعها تجري، وقالت: يا ولد اتق الله، ألا تخاف من غضب الله؟ ألا تخاف من النار؟ ألا تخاف أن يسخط عليك الله تعالى؟ ألا تعلم أن الله حرم عقوق الوالدين؟ طيب ألا تخاف أن أدعو عليك؟ فازداد غضبا من كلامها وزاد جنونه، فأمسكها من ملابسها وأخذ يهزها بقوة، ثم قال: اسمعي أيتها العجوزة، أنا لا أريد منك أي نصائح ولن أستمع إليها، ولست أنا من يقال لي اتق الله. ثم قام بدفعها بكل قوته، فسقطت في زاوية الغرفة، وزاد بكاؤها بكل ألم وحرقة، وهو يضحك بكل استهتار. بل قال لها: هيا ادعي علي أيتها العجوز. هل تظنين أن الله يستجيب لك؟ يا لك من عجوز شمطاء ومزعجة. فجلست الأم المسكينة وهي تبكي في زاوية الغرفة، تبكي على شبابها الذي ضاع في تربيته، وفي الأيام والليالي التي قضتها في رعايته، أيام مرضه وتعبه، وأيام دراسته وتعليمه. وكلما تتذكر يزداد بكاؤها ونحيبها. ثم قررت قرارا مصيريا، قرار لم تفكر فيه من قبل. أصدقاؤنا الأعزاء، ستعرفون ما هو القرار، لكن بعد فاصل قصير. لا تذهبوا بعيدا يا أصدقاء. أهلا ومرحبا بكم مجددا يا أصدقاء. عدنا لكم بعد الفاصل القصير، وبرنامجكم الجميل يحكى أن. وحكاية اليوم التي هي بعنوان نتيجة عقوق الأم. كنا قد توقفنا قبل الفاصل فيما قام به ذلك الابن العاق،
حيث قام بدفع أمه بعيدا في زاوية الغرفة، وهي تبكي وتنتحب على حالها. وعلى الشباب الذي أفنته في رعاية ولدها. وكيف وصل به الحال إلى ذلك؟ ولم تكن هي الضحية الوحيدة له، بل زوجته وكل أصدقائه تعرضوا لظلمه وجبروته. وعندما فكرت في كل ذلك قررت قرارا أخيرا، أن هذا الولد عاق بها وبكل من حوله، حتى أنها تابعته عبر النافذة، حيث كان يركب سيارته دون حتى أن ينظر إلى ما فعله، بل قام برفع صوت المسجل عاليا وحتى أزعج من حوله بأصوات الأغنية متناجيا ما فعله بأمه. وقد تركها وحيدة حزينة يعتصر قلبها الألم. فقررت أن ترفع شكواها إلى الله سبحانه وتعالى، قرار لم يخطر على بالها من قبل ولم تفكر فيه، فهو ابنها الوحيد وفلذة كبدها، لكنه لم يراعي بكل شيء وكان عاقا بها. فرفعت يديها إلى السماء ولم تقل كثيرا، فقد قالت حسبي الله ونعم الوكيل. فقد هذه الكلمات الخفيفة ولم تزد عليه. أما الابن الذي كان قد خرج إلى منطقة أخرى، وكان ينطلق بالسيارة بسرعة جنونية، وفي منطقة جبلية وعرة، وتحتها واد عميق لا نهاية واضحة له، وهو يزيد في سرعته غير آبه للمخاطر، ويستمع إلى الأغاني وبصوت عال جدا. وفجأة انفجر إطار السيارة مما أدى إلى فقدان السيطرة عليها، فانقلبت السيارة أكثر من مرة، وهو بداخلها يتقلب معها، حتى أنه تعرض إلى ضربة في الظهر، مما أدى إلى شلله تماما ولم يستطع أن يتحرك. أما السيارة فكانت تتجه نحو الهاوية، ذلك الوادي السحيق الذي لا نهاية له، والابن العاق ينظر إلى ذلك بخوف وهلع، يحاول بكل قوته وعضلاته التي كان يفتخر بها، لكن جسمه المشلول لم يستجب له، فسقطت السيارة إلى ذلك الوادي وسقط هو معها. انتهت الحكاية يا أصدقاء، وكانت هذه هي نتيجة عقوق الأم، فقد عاملها هذا الابن أسوأ معاملة، لم يراعي لاهتمامها به ورعايتها له وكل هذا الحنان والأمومة، بل قابلها بسوء المعاملة والأخلاق والعقوق، فكان يضربها ويصرخ فيها بل ويسيء إليها، فكانت النتيجة أسوأ بالنسبة له. وهذا يدل على أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وأن المسلم الذي يعق والديه يعاقب الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا إذا تاب وأبرهما، كما أن على المسلم أن يفوز بدعاء والديه له، فدعوة الوالد لولده مستجابة، كما أن على الولد أن يحب والديه، فمن حبهما يحبه الله تعالى، وأيضا عليه أن يبرهما، فبر الوالدين من أعظم العبادات، وأيضا الله سبحانه وتعالى حرم الظلم، فلا بد على المسلم ألا يظلم أحد، خصوصا والديه، بل حتى لا يقول لهما كلمة أف، ولا ينهرهما فهما قد ربياه صغيرا، فوالدته قد حملته في بطنها، فقامت بإرضاعه ورعايته، وسهرت الليالي في مرضه تهتم به وترعاه. أما الأب فهو يقوم بالاجتهاد من أجل الأبناء، حتى يعلمهم ويدرسهم ويربيهم أحسن تربية. لذلك يا أصدقاء لا بد من أن نتذكر ذلك في كل وقت وحين، فطاعتهما واجبة، والبر بهما أقل ما يمكن لنا أن نقدمه لهما، ومهما عملنا من شيء فلن نستطيع أن نوفيهما حقهما، ومهما اجتهدنا في رعايتهما لا يسوى شيء مما قدماه لنا. حسنا يا أصدقاء، ماذا عنكم؟ أخبرونا بالذي استفدتموه من الحكاية، لا تنسوا راسلونا على رقم الهاتف الظاهر على الشاشة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الإعلامية، على أمل أن نلتقيكم في حلقة قادمة. هذا صديقكم عبد السلام ناصر، وموفق ناصر يحييكم. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.